عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه دلوقتي؟ انا كنت طالب من اختي من قيمه فتره كيكه، فعشان كان نفسي فيها. فدلوقتي انا هطلبها منها تاني بس قدامكم، عشان بس الناس اللي بتتمنى ان يبقى عندها اخت بنت ولا كده يتعظ. لان الصراحه انا لما باجي اطلب منها طلب في اي حاجه عامه هي بتذلني على ما تعمل الطلب ده، او اصلا اوقات ما بيتعملش. تمام. فانا بتمنى والله يا جماعه كده، اللي بيتمنى ان هو يبقى عنده اخت بنت، يعني هنعمل. اخوات البنات برضو بيبقوا حنينين، بس بيبقى فيهم حته شويه كده ان هم مثلا ايه، على ما يعملوا لك الطلب يذلوك. فدلوقتي يا جماعه اللي عنده اخت بنت بقى، والله اللي بيتمنى ان هو يبقى عنده اخت بنت ده يا ريته يتعظ. عشان تشوفوا دلوقتي، انا هوريكم دلوقتي لما بطلب من اختي طلب ان انا ببقى عايز كيكه مثلا، او لا عايز اي حاجه عامه، يعني لما باجي اطلب منها اي حاجه. خليكم معايا دقيقه اروح اوريكم بس ايه هي بتعمل معايا ايه لما باجي اطلب منها حاجه. بصوا انا داخل لها دلوقتي، فربنا يستر. خليكم معايا. ندى، ندوش، ما تردي يا بنتي. وانا تاني بكلم نفسي كتير. عايز ايه؟ في حاجه كنت طالبها منك بقى لفتره وكان نفسي فيها. ما دام سنتك العريض ديت يبقى في حاجه انت هتخليني اقوم فيها. الصراحه يا نعم، عايز ايه يا سيادتك؟ عايز ايه؟ نفسي اعمل، عايز اكل كيكه. عايز تاكل كيكه اه. الساعه 12؟ اه. في حد ياكل كيكه الساعه 12؟ ما دام انا طلبت يبقى فيه. لا، شكلك بتستظرف. بص الوقت متاخر، انا ما استخدمتش طول اليوم مواعين تجهيز اكل ترويق وقرف. اطلع بص، انا لو لقيتك بتقول لي بس يا ندى اعمل لي شاي، انا هطلع مكينه في وشي. الحمد لله. انا هعملها لنفسي، انا ما اتشلتش، انا اخش اعملها لنفسي. ولا الحوجه الاشكال زي دي والله يا جدعان. يا جماعه، واللي بيحب يعمل حاجه ما بيغلبش. النت دلوقتي ما خلاش اي حد يعمل اي حاجه. فدلوقتي انا ما بعرفش اعمل كيكه، وعشان انا اختي زلتني ومش قادره تعمل لي كيكه، فانا هقوم اعمل حاجه حلوه قوي بقى. هقوم اعمل ايه؟ هنبحث على اليوتيوب، هنجيب طريقه عمل الكيكه. فبحثت، فجات لي بيقول مش عارف بقى في الكيكه بتتعمل في الخلاط، والله ما اعرف هي بتتعمل في ايه. فاحنا دلوقتي هنشوف، هنكتب ورقه وقلم، وهنجيب ورقه وقلم قصدي، وننزل نجيب الطلبات ايه اللي هنعوزها من تحت. فبسم الله. ماشي على السكر. ايوه، ثانيه واحده بس خليكم معايا. السلام عليكم. عليكم. النهارده ان شاء الله هو ايه الصوت ده؟ هنعمل كيكه. تمام. كيكه في الخلاط. حلو. كيكه بلبن بالفانيليا. حلو. يلا بينا نشوف مقاديرنا كده. ايوه، هي ما دي بقى. بسم الله. هنجيب 3 بيضات. 3 بسم الله بيضات. الرحمن الرحيم. 3 بيضات. ماشي 3 بيضات. انتظرها تزيد. ايه؟ هننزل بالفانيليا. يا شيخ انت نزلنا ب3 بيضات. حلو. بعد كده تمام. هننزل بالفانيليا. فانيليا. كام كيس فانيليا؟ ماشي يلا. دي كده ربع معلقه فانيليا صغيره. ربع ننزل بكوبايه السكر. كوب سكر. كوب سكر. هننزل بعد كده كوبايه اللبن. كوب لبن. ثانية واحدة كده خليكم معايا، ورجعنا لكم من تاني وهنكمل في الفيديو وربنا يستر بقى. بطني ما توجعنيش. كوبايه زيت. نص كوباية زيت. نص كوب زيت. وهنضرب الخليط ده كله كده. نضرب. اه. وبسم الله. بسم الله طبعا. يا شيخ الله يلعن. طبعا انا عشان الصوت بتاع الخلاط بس انا عايز المقادير، شكرا. انت ركبتني العصب الله يسامحك. هننزل نجيب الطلبات دي وهنجيلكوا، فمش هتأخر بس عليكم. هنعمل بس كده وهنرجع. تمام. هو كده كده وهاجي يلا، ونرجع لكم كمان شويه. يا جماعه انا قلت لكم ايه، انا مش هجمد فيها. دلوقتي انا جهزت الحاجه هنا اهي، فالله انا خايف انها تطلع وحشه، لان هم لو عرفت ان انا واخد الفلوس من وراها هتكشمحها، فربنا يستر. فدلوقتي انا حطيت هنا ربع كوبايه سكر، ونحط كوبايه السكر التانية، فنشغل الدماغ وربنا يستر. بس عايزين نقرب ده كده شويه بحيث انكم ايه تبقوا معايا على الخط. ايوه انزل سيجا. حلو. ولا الحوجه لاختي ولا لاي حد. دلوقتي انا ايه، انا لوحدي كفيل،
مش محتاجين يعني اي مساعدة من اي حد. السكر، هو السكر ده كتير؟ مش مهم، ادينا بنجرب، اقوى ربك رفيق. انا مش هحط ايه دوت ولا بيض؟ ماشي نحط البيض. انا مش عارف انا ميت الطبق على اخره كده ليه؟ ده غباء مني ده. يا نهار اسود، اطلق اطلق، ده والله هيكشف. يا نهار ازرق. وما علينا، احنا نكمل اللي احنا بنعمله. ثانية واحدة ماشي في ايدي. مش مهم، هبقى احط اللبن. اللبن ساعة ليه؟ بيضلق. حلو، حطينا لبن. كويسين. يا دين امي، انا مش وش مطبخ انا. وقول معلقة خل حطينا في كوباية. اظبط. حلو. دلوقتي انا مش عارف المفروض نحط فانيليا، هنحط فانيليا. انا الشيف يا جدعان. اللي يعني لو اي حد حب يعمل كيكه يكلمني، انا موجود برضه. يعني انا الشيف يعني خلاص. حط دول هنا. في حاجه انا ناسيها، كوبايه الزيت. استر يا رب. اهم حاجه ننظف المكان حواليني. دين 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 دين. حلو أوي الزيت ده كده. لما تصحى من النوم هتعمل مني سيريلاك. يا رب استر والنبي امي ما تكشمحنيش. فدلوقتي احنا هنعمل حاجة حلوة أوي. جربنا ده. أنا مش عارف أعمل إيه تاني، المفروض نضرب الخلاط بقى. بسم الله. مش حاطط الفيشه كمان يعني معتوه، ما بعرفش اطبخ وحاطط فيشه. يا ربي. طب ده بيتفصل ازاي؟ بسم الله. والله العظيم انا شايف يا جدعان، اللي يحتاج يعمل كيكه بس يكلمني. 5 وراجع لكم. بصوا يا جماعه، وانا رجعت الفيديو نسيت ان انا احط معلقه سمنه، فاحطها. ما بتنزلش ليه؟ اهو. يا نهار. يا دين امي، شهر يا لكم. ادينا بنكمل. وعلى ما قلنا كده كفايه. جود لك، اقسم بالله فنان. صباح النور. والله طعمها جامد. هتشتري بس منه. يا نهار اسود. البتاع يا جدعان معصلك يا جدعان، يا لهوي. ايوه. قشطه شاي. وصلت. يابا. جمدان يا زميلي. اطلع بره يا هلا. والله طعمها جامد، والله طعمها جامد. جاي لكم تاني. بصوا يا جماعه، عشان اقسم بالله تعرفوا بس المعاناه اللي انا فيها. شايفين منظري بقى عامل ازاي؟ عشان اللي بيقول بس انا عايز يبقى عندي اخت بنت، مش عارف انا هعمل فيها ايه. احنا هنكمل اللي احنا بنعمله. ولو اي حد حب يعمل كيكه يكلمني. مش قلت لكم لو اي حد حب يعمل كيكه يكلمني؟ اهم حاجه الثقه بالنفس والله يا جدعان. بصوا يا جماعه،
وانا بقى شفت الثقه اللي انا كنت بعمل لكم فيها كده وانا سايق بقى مش عارف اقول لكم لو حد لازم كده يكلمني. جيت بقى اضرب وانا بضرب البتاع وقع مني على الرخام. أو اكمل. هكمل المقطع مش هيروح على الارض. ثانيه واحده كده. كمل اللي هنعمله. انا مش هقف وقفه الثقه دي تاني. هي بسبب الست اللي انا قايلها لها على قناتها دي والله. شكل البتاع واقف كده بحكايه. بصوا، لأي ست أم مصرية أصيلة لو حبت تعمل كيكة تدوس نجمة 3 8 شباك هتلاقي الرصيد بتاعها جالها كام. ما علينا، المهم لأي أم مصرية أصيلة تخش تبعت كده بصداقة ولا أقول لها حصل كذا 1 و2 و3 وتيجي حط مقادير كذا وتعملي العجينة ازاي وتحطي كيكة ازاي. هبص هاجي اعمل لها انا كيكة مخصوص بس ربنا يستر بقى في الآخر وتطلع إيه سكر زي إيه ده. فدقيقتين وراجع لكم تاني. بصوا يا جماعة بعد ما معاناة شوية حلوين قوي ادينا بننزل الخليط. احنا طبعا نزلناه بس هو في شوية نسيبه قرايب مثلا اسيبه ممكن يديه. والله انا جاي خلاص. ياما انت لو بتشوف الفيديو ده ما تديهاش علامة من النبي وهتحرج جدا لما تدي علامة باللي انا عملته في الموقف. بصوا ايه رايكم؟ مش عارف انتوا شايفين ولا لا بس قشطه يعني. هنحطها في الفرن بقى ويا رب يا جماعه طريقه تانيه. يا نهار اسود على الصهد اللي طلع. بسم الله نقول بسم الله يا لهوي. نرجع لكم بعد ما البتاع تطلع من الفرن ولا مش عارف اللي انتوا بتسموه بوتاجاز ده ولا انتوا مش عارف بتطبخوا عليه اسمه ايه. المهم نرجع لكم بعد ما الكيكه تطلع. بصوا يا جماعه رجعنا لكم دلوقتي. جيت ببص عليها لقيت الوش بتاعها حلو يعني هو حلو فربنا يستر. هنطلع معاكم دلوقتي ثانيه واحده. شوف يا لهوي اطفي يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشوف امي بتلبس البتاع ده كتير بس انا مش عارف ولا بسم الله. اللهم صل على سيدنا النبي. يا نهار ما استوتش ما استوتش ما استوتش. انا اللي خلاها اطلعها بس الوش انحرق يا جدعان والله. إيه طب كده باظت ولا ايه؟ طب يا جماعة ثانية بس أنا عايز أوريكم حاجة معايا. ده إيه ده؟ إيه اللي ضرب ده؟ يا لهوي. طب ما الوش أهو حلو. والله مش المفروض كده استوت. هي كده استوت. طب ما كده الوش هينحرق. طب أعمل إيه؟ طب بإيدي ده لسه ما استوتش. بصوا بتعمل ازاي؟ اوعى كأنك بتلعب على بطنك وانت صغير. الله. احنا هنرجعها النار تاني. بصوا يا جماعه انا عشان خلاص انا حاسس انها بوظتها فانا هضطر ان انا اصح امي بقى لان انا حاسس انها باظت فاصح امي. ثانيه بقى. بصوا وانا رجعت لامي فحطها قالت لي حطها فانا عايز البوتاجاز من تحت وانا هحطها. يعني لما صوبت وقلت ما استوتش هي سلختني. مش عارف هي عملت كده ليه. ربنا يستر بقى كده يا عم. بسم الله. والله انا زعلان على الكيكه اللي باظت بقى. شويه ما نرجع. يا جماعه وانا رجعت لكم دلوقتي وهنطلعها تاني فربنا يستر بقى اللي حصل في المره الاولى ما يحصلش المره الثانيه. تمام يعني الحمد لله.
كده استوت ولا لا؟ انا مش فاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس اللسعة تاني مش عايزين. يا رب يا لهوي تستر. ما انتي امال انت بتحمي ازاي؟ يلا بسم الله بسم الله. يا لهوي يابا. اطفي يا عم. بصوا انا طلعنا الكيكة، محتاجين شوكة. هل هي ظبطت معانا ولا لا؟ والله جامدة، والله دافية، تدفي الناس في الشتاء. طب هي استوت ولا لا؟ استوتش. طب انا عايز اعرف. هي كيكة بس مش بطعم كيكة. ما ينفعش طعم الكيكة. بقول لكم ايه، احنا لحد دلوقتي كده هنقفل الفيديو على كده. انا هرميها في الزبالة واخش انام عشان خلاص انا كده امي هتموتني بمعنى الكلمة. اشوف وشكم بخير.